مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. الرئيس أفورقي يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الرئيس أفورقي يلتقي بنائب رئيس مجلس الدوما الروسي. جهود لتوسيع خدمات برنامج الادخار والقروض المصقرة في الإقليم الجنوبي. قتلى في هجوم تركي بطائرات مسيرة شمال شرق سوريا. كوريا الجنوبية وأمريكا تطلقان تدريبات مضادة للقواصات. حالة توهب قصوى في عدد من مناطق الصين بسبب الإعصار دوكسوري. مرحبا بكم للعناوين إلى التفاصيل. بحث الرئيس إسياس أفورقي والرئيس فلاديمير بوتين أمس تطور العلاقات بين إريتريا والاتحاد الروسي في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال الرئيس إسياس أن الحرب الروسية الأوكرانية هي حرب هيمنة أمرت بها الولايات المتحدة لإركاع الغرب لروسيا، وهي مستوحاة من أيديولوجية الإرهاب التي أعلنتها القوى الغربية لإخضاع روسيا وضمان هيمنتها بجعل أوكرانيا كبش فداء. وقال أن العقوبات المفروضة على مختلف الدول هي أداة لسياسات الهيمنة والاستحواذ، وتنعكس بدورها في اقتصادهم الراكد الذي ينوون دعمه بطباعة العملة وسيقودهم حتما إلى حافة الانهيار. وذكر أنهم بعد روسيا سيستهدفون الصين، وأن تحركاتهم في جوارها هدفه جعل ذلك حقيقة واقعة، مضيفا أن استراتيجية الهيمنة هذه استمرار لتاريخ العبودية. وقد حضر الاجتماع من الجانب الإريتري وزير الخارجية عثمان صالح والسفير بيتروس أجاي، ومن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف والمتحدث باسم مكتب الرئيس ديمتري بيسكوف والسفير إيغور موزغون. وكان الرئيس إسياس أفورقي قد التقى في 27 من يوليو وزير العلوم والتعليم العالي الروسي فاليري فالكوف لمناقشة برامج تنمية الموارد البشرية. وقال الوزير فاليري أنه وفقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة في عام 2018 تم توفير فرص المنح الدراسية في مجالات العلوم والصحة والزراعة والتكنولوجيا وغيرها، مؤكدا على استعداد الحكومة الروسية للارتقاء بالتعاون العلمي. من جانبه قال الرئيس إسياس أفورقي أن إيصال خدمات التعليم للجميع من السياسات الأساسية لحكومة إريتريا، باعتبار أن تنمية الموارد البشرية هي أساس التنمية والنمو. وقد تم منح الأولوية لتطوير القدرات البشرية كما ونوعا، واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لتنفيذ ومراقبة التعاون في هذا المجال. وقد التقى الرئيس إسياس أفورقي من قبل في 26 من يوليو بالسيد إيغور ليفتين نائب رئيس روسيا الاتحادية، وناقشا تطوير العلاقات بين إريتريا وروسيا بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. التقى الرئيس إسياس أفورقي بعد ظهر اليوم نائب رئيس مجلس الدوما الروسي السيد ديمتري سافيليف، وبحث معه العلاقات الثنائية. وشكر السيد سافيليف باسم مجلس الدوما موقف إريتريا بشأن قضية أوكرانيا، وأوضح بأن فريق من أعضاء مجلس الدوما سيزور إريتريا للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى. وقال الرئيس إسياس أفورقي بأن مجلس الدوما جزء هام من الحكومة، داعيا لتعزيز مساهمته في توجيه دور روسيا نحو القضايا العالمية، مؤكدا بأن إريتريا تستقبل بسعادة برنامج الزيارة المزمعة لإريتريا. هذا وقام الرئيس إسياس أفورقي قبل ظهر اليوم بزيارة مؤسسة سبارك لصيانة وتجديد المروحيات، وقدم له شرحا من مسؤولي وخبراء المؤسسة حول أنشطتها. أعلن مكتب برنامج الادخار والقروض المصقرة في الإقليم الجنوبي افتتاح 7 بنوك ريفية، وأضاف 1435 عميلا جديدا هذا العام. وأوضح مسؤول المكتب السيد تريفي جبري يوهنس في التقييم الذي عقد في 27 من يوليو أن المكتب صرف 13.7 مليون نقفة في شكل قروض خلال الأشهر الستة الأولى، وجمع 13.5 مليون نقفة، واستثمر أكثر من 29 مليون نقفة في المجموع. وقال أن لديهم 9412 عميلا في جميع أنحاء الإقليم، بينهم 61% من النساء، يعمل معظمهم في تطوير البستنة، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال الخاصة والموظفين الحكوميين. وقال المدير التنفيذي المؤقت لمؤسسة أو برنامج الادخار والقروض المصقرة السيد تافلا أسمروم بأن المؤسسة تعمل على زيادة مساهمتها في تحسين معيشة المواطنين.
من جانبهم قدم المشاركون آراء وتوصيات حول التنظيم المستمر للدورات التدريبية لدعم عملهم وإيجاد حلول لمشكلة الموارد البشرية. نمت 90% من بين 20,000 شتلة من شتول الأشجار غرست في الفترة من عام 2019 وحتى العام 2021 في ضاحية لاعيتن، حيث توجد الآن في حالة جيدة. وذكر السكان أن الأشجار تشمل مختلف الأنواع، حيث يعملون الآن بالتعاون مع الخبراء الزراعيين للتخفيف من المشاكل والتحديات التي تواجه هذه العملية. وشكروا قوات الدفاع وإدارة المديرية على دعمهم الوثيق. تلقى 42 من الكتاب المحررين في وزارة الإعلام تدريبا على القواعد اللغوية وتطويرها، وخاصة توحيد مصطلحات لغة التجرينية. أشرف على التدريب البروفيسور تسفاي تولي، وهو محاضر وباحث في اللغويات بجامعة فلورنسا بإيطاليا. ركز التدريب الذي استمر لمدة 4 أسابيع على أهمية معادلة اللغة وتجارب البلدان المختلفة في مركزية اللغة وعملية مركزية اللغة ورحلة مركزية لغة التجرينية، تاريخها وتطورها ودور النظام اللغوي في تطوير اللغة ومعادلتها وعلاقتها مع الأبجديات الموجودة لمختلف اللغات والخصائص والعلاقات البنيوية للغات السامية، وتأثير اللغات الأفرو آسيوية وتكوين الكلمات وصيغ الأسماء وتركيب الجملة الكاملة في اللغات السامية، والأساليب الهيكلية الأساسية لتبني تشكيل كلمات جديدة. وقال البروفيسور تسفاي أنه من المهم أن يكون هنالك فهم مشترك بأن هنالك لهجات مختلفة في أي لغة ولا يوجد سبب يجعل إحداهما أفضل من الأخرى. وشدد على ضرورة أن يكون هنالك معهد أبحاث لغوي على المستوى الوطني يشارك في هذه المهمة. تم إجراء تدريب بإجراء نقاشات وحوارات بناءة مع مراعاة الخبرة العملية للصحفيين. وقد ناقش المشاركون استنادا إلى الكتاب الذي أصدرته وزارة الإعلام عام 2006 بعنوان لغة التجرينية المتوازنة في وسائل الإعلام، مدى معقولية ودقة الإرشادات الواردة في الكتاب، وتوصلوا إلى إجماع حول المجالات التي تحتاج إلى تحسينات. وأشاد مدير الخدمات الخارجية في وزارة الإعلام السيد مكريا ولدو في ختام التدريب بمبادرة البروفيسور تسفاي واهتمامه ومساهمته. من جانبه قال البروفيسور تسفاي أنه اكتسب العديد من الأفكار المفيدة من المناقشات، وأشاد بالمشاركة النشطة واهتمام المتدربين. نظم سيمينار في مدينة بارونتو يومي 20 وال21 من يوليو لتوعية شركاء العمل بشأن سلامة الغذاء للإنسان والحيوان. وحث مسؤول مكتب الزراعة في مديرية بارونتو السيد موسى بحتة ومدير مديرية بارونتو بالإنابة السيد يماني محاري المجتمع على اتباع تعليمات الخبراء، لأن الأدوية غير المؤهلة وغير الآمنة تحدث عواقب صحية خطيرة، ودعوا إلى تجنب استخدام الألبان واللحوم غير المتأكد من صحتها. قدم الخبراء الزراعيون شرحا حول الممارسات الزراعية المقبولة والوسائل المناسبة لمعالجة المنتجات الحيوانية وجودة الأعلاف الحيوانية وسلامتها، والتشريعات الخاصة بتحديد المتطلبات التي يجب أن تلبيها مؤسسات تصنيع الألبان ومنتجات الألبان. وقدم مسؤول وحدة مراقبة موارد المحاصيل السيد إبراهيم هايل ميكائيل تقريرا عن سلامة الأغذية في المحاصيل ومنتجات المحاصيل، فضلا عن تجربة المديرية في مجال سلامة الغذاء. من جانبه حث مسؤول وحدة مراقبة الثروة الحيوانية السعري أبراهام على العمل بالتنسيق مع الشركاء للسيطرة على الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وضمان سلامة محتوى الأغذية المقدمة للمستهلكين. وأوضح مسؤول فرع خدمات المراقبة الإقليمية في وزارة الزراعة بإقليم القاش بركة السيد حقوس كبر مريم أنه يجب على المزارعين استخدام المبيدات الحشرية الطبيعية، لأن الاستخدام غير الآمن للمبيدات الكيميائية يؤثر سلبا على النشاط الزراعي، بالإضافة إلى العواقب الوخيمة على صحة الإنسان والثروة الحيوانية والبيئة. وأوصى السمينار بضرورة إدخال مختبر للمساعدة في أنشطة المراقبة واستخدام الأسمدة الطبيعية والمبيدات الحشرية. نظمت إدارة مديرية فرو دورة تدريبية في مجالات الإدارة المالية وإدارة الممتلكات والسجلات ل30 من مدراء الضواحي ولجان القرى ولجان المياه من 15 إدارة ضاحية. وقال مسؤول الإدارة والمالية سيد سعيد علي أن الهدف من التدريب هو ضمان خدمات تتسم بالكفاءة والفعالية من خلال إزالة المشاكل في إدارات الضواحي. من جانبه أوضح مدير مديرية فرو سيد عثمان عرفة أهمية الإدارة السليمة للأموال والممتلكات، وحث جميع إدارات الضواحي على إدخال الإدارة الفاعلة من خلال زيادة القدرات. وأوصى المشاركون بضرورة تنظيم دورات تدريبية لبناء القدرات على مستويات مختلفة والعمل بالفواتير القانونية في إدارات الضواحي.
في غضون ذلك تم إلقاء محاضرة حول الوقاية من الأمراض المعدية للعاملين الشباب بالتعاون مع مكاتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة ووزارة الصحة. ويعد التثقيف الصحي الذي ينظمه الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم شمال البحر الأحمر جزءا من الجهود المبذولة لتوعية الشباب وزيادة تأثيرهم في المجتمع. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. فقم. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، لقي 4 عناصر من قوى سوريا الديمقراطية مصرعهم في هجوم شنته طائرة مسيرة قرب الحدود مع تركيا وفق بيان صادر عن الإدارة الكردية المستغلة في شمال شرق سوريا. وتستهدف القوات التركية بالمسيرات والسلاح المدفعي بين حين وآخر مناطق سيطرة قوى سوريا الديمقراطية القوى العسكرية التابعة للإدارة الذاتية، وعلى رأسها المقاتلون الأكراد في شمال سوريا وشمال شرقها. وتجري الإشارة إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية شكلت العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية ورأس حربها في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. إلا أن أنقرة التي شنت 3 هجمات سابقا في سوريا تصنفها إرهابية. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية التي تهيمن على قوى سوريا الديمقراطية فرعا من حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا ضدها، والذي تصنفه تركيا وحلفائها الغربيون جماعة إرهابية. بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تدريبات مشتركة مضادة للغواصات بمشاركة غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية في المياه الواقعة جنوب شبه الجزيرة الكورية، وسط جهود مشتركة لتعزيز الاستعداد ضد التهديدات العسكرية من كوريا الشمالية. وقالت البحرية الكورية الجنوبية أن التدريبات العسكرية المشتركة التي جرت قبالة جنوب جزيرة جيجو ركزت على إجراءات التصدي من خلال محاكاة غواصة كوريا الشمالية مثل البحث عن الهدف وتعقبه وتحديده. وأشارت البحرية إلى أن التدريبات تهدف إلى تعزيز قدرات قوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية على المواجهة، وزيادة التوافقية استعدادا لتسلل الغواصات الكورية الشمالية وسط تنامي التهديدات من عمليات كوريا الشمالية الصاروخية. وضعت الصين جزء من البلاد في حالة تأهب قصوى بما في ذلك العاصمة بكين ومنطقتها، مع توقع هطول أمطار غزيرة في أعقاب مرور الإعصار دوكسوري الذي يضرب الطرف الآخر من البلاد. واجتاح دوكسوري جنوب شرق الصين ويتحرك شمالا حيث بات تأثيره ملموسا وفقا لخدمات الإرصاد الجوية الصينية. ويشمل الإنذار الأحمر المنطقة الشاسعة يعيش فيها مئات الملايين بما في ذلك بكين ومدينة تيانجين المجاورة ومقاطعتي خبي في الشمال وشاندونغ في الشرق، وكذلك جزء من خنان في الوسط وشانسي في الشمال. وأكدت وسائل إعلام محلية أنها المرة الأولى منذ العام 2011 التي يتم فيها إطلاق مثل هذا التحذير من الأمطار الغزيرة. وقال علماء أن الصين تتعرض منذ أشهر لظروف مناخية قاسية ودرجات حرارة غير معتادة في بعض المناطق والتي تفاقمت بسبب تغير المناخ. في الخبر الأخير، بعد 46 ألف عام من الثبات تحت التربة المتجمدة في سيبيريا، نجح علماء في اكتشاف أنثى دودة أسطوانية وأعادوها إلى نشاطها الطبيعي، بل تمكنوا من تحفيزها على التكاثر. وبحسب جامعة هاواي الأمريكية، أمضت الدودة عشرات الآلاف من السنين في حالة تعرف علميا باسم الثبات. وتمكن العلماء من إعادة الدودة إلى نشاطها وقدرتها على الإنجاب من خلال عملية تسمى التولد العذري، وهو مصطلح يشير إلى التكاثر من دون إخصاب. وفي دراسة نشرت بمجلة بلوس جينيتيك العلمية، قال الباحثون بعد تحديد تسلسل جينوم الدودة، أي التسلسل الكامل لحمضها النووي، أنها تنتمي إلى نوع غير موصوف. ويشار إلى حقيقة أن بقاء الدودة على قيد الحياة طوال هذه الفترة الطويلة لا تشكل صدمة للعلماء، لأنهم توصلوا إلى اكتشافات سابقة مفادها أن الكائنات المجهرية مثل الدودة التي تمت دراستها يمكن أن توقف وظائفها الحيوية للبقاء حتى في أقصى الظروف. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس ياسوفورقي يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الرئيس ياسوفورقي يلتقي بنائب رئيس مجلس الدوما الروسي.
جهود لتوسيع خدمات برنامج الادخار والقروض المصقرة في الإقليم الجنوبي. قتلى في هجوم تركي بطائرات مسيرة شمال شرق سوريا. كوريا الجنوبية وأمريكا تطلقان تدريبات مضادة للقواصات. حالة توهب قصوى في عدد من مناطق الصين بسبب الإعصار دوكسوري. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.